السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم مرة تانية في أسرار عالم الرخام والجرانيت والكوارتز. الكوارتز ده اللي هو الرخام الصناعي، هنتكلم عنه في فيديوهات تانية. الأرضية اللي قدامنا دي معمولة بقالها فترة، طبعا ما نعرفش مين اللي عملها، الله أعلم، بس التربيعات كبيرة، متر وعشرين في متر وعشرين. الناس اللي ركبوها طبلت منهم في اماكن اللي في النص يعني ماسكه شويه، ولكن في الجناب مطبله خالص. طبعا الراجل بتاع الجلايه لما بدا قبل ما يزملك الارضيه، فشربت ميه بسحاله وبودره، اتملت اللحامات بودره، ولما جه بعد كده يحط عليها الكله ما نضفهاش كويس، فالكله بقت تطلع، وطبعا الرخام مطبل. احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ المعلم اسلام بيفضل اللحامات الوقت كلها بالبسكوته بتاعه البسكوته دي مخصوصه لتفضيه الرخام، السمك بتاعها تقريبا ملي او ازيد شويه من الملي، وده الحل الوحيد للكلام ده، ان احنا نفضي بالصاروخ الصغير لحد ما نفضي كويس. بعد ما فضينا اللحامات كويس بالبسكوته، بننضفها بالمكنسه، يعني يكون افضل لو في مكنسه تشفط الترابه لفوق، وبعد كده كمان بالبلاور، لان الترابه ماليه اللحام خالص، وتحت اللحام كمان، تحت الارضيه كمان في تراب، فاحنا بنفضي على قد ما نقدر علشان بعد كده لما نسقيها اسمنت ابيض ده عاملينه، وبنحط عليه غيره بيضه بتاعه النجارين، لان الاسمنت الابيض دلوقتي بقى مغشوش. لو عملت الاسمنت الابيض لوحده هو كله بودرة، معرفش يعني ازاي الاسمنت الابيض بقى مغشوش بالطريقة دي، وانا بحذركم يعني من الاسمنت حاليا في الفترة دي، لان في ناس عملت شغل بيه وبقى يتفك لوحده، ارضيات وحوائط وحاجات بقت تفك وتقع لوحديها، ولما تمسك الاسمنت بعد شهر ولا شهرين من انت عامله تفركه بايدك تلاقيه بيتفرك، حاجة ضعيفة جدا يعني. وبنسقي بقى الأرضية كده اهو لحد ما تشرب، كل ما نديها بتشرب، وندق عليها كده دي دقمقة اللي هي بتاعت السيراميك، بندق بيها علشان نهز الأرضية اللي هي معزولة من المونة، علشان تفتح وتقفل تشرب الاسمنت اللباني. ممكن السقية دي تتعمل بالكلة العسلي او الريزن بتاع الرخام، وعلى فكرة الكلة العسلي هي الريزن، بس الفرق بسيط هنعرفه بعدين في وقت تاني. عايزة لها بقى يعني 30-40 كيلو، يعني عايز لك مثلا شوف الكيلو الوقت مش عارف ب120 ولا 150، عايز لك 5-6 آلاف جنيه علشان تسقي بدل الاسمنت ده بالريزن. طب هي الشغلانه كلها بكام؟ يعني شوف اللحام ده مثلا بيشرب قد ايه، ده بيشرب بطريقه فظيعه، يعني ده عايز له لوحده بتاع 5 كيلو ريزن. بعد ما ملينا كل اللحامات وشربت اسمنت مره واثنين وخمسه وعشرة لحد ما خلاص ما بقتش بتشرب تاني، بيتلم بقى الاسمنت الزياده كله كده بالمساحه، ويتشال الزياده خالص، وبعدين تتغسل بميه خفيفه. ليه بتتغسل بميه؟ علشان بنفضي سنتي او حاجه في اللحام من فوق، علشان تاني يوم او تالت يوم هياخد كله، لان احنا مش هنلمع على الاسمنت. ده الفيديو بتاع النهارده يعتبر كده خلص، والمشكله ان انا ما كنتش موجود بقى اثناء الجلايه والتلميع علشان اصور، ومفيش حد معايا يصور، فان شاء الله نبقى نعمل فيديو تاني في وقت تاني للجلاية وهي شغالة، بس احنا حبينا نوريكم مرحلة السقية دي الوقت مؤقتا، وبفكركم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.